تفتكروا مطعم ناندوز اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ من المطاعم اللي بتطلب مني كتير ان انا لما اروح دبي اجربها، وانا عمري ما جربته. فاتح 1200 فرع، رحنا فرع دبي مول. المطعم الديكوريشن بتاعه لذيذ، مش جامد قوي، قعدته كاجوال كده، وفي اندور واوت دور. قعدنا اوت دور، كنا باصين على برج خليفه، فالقعده حلوه قوي. وناندوز معروف باشهر طبق عندهم اللي قررت اجربه هو الاسبيتادا بيري بيري تشيكن، وبتختار الصوص اللي انت عايزه سواء عادي خالص او اكسترا. طلبت الليمون هيرب. طبق بقى اول ما نزل انا جعت. الطبق شكله خطير، بيبدا ينزل الصوص على الفراخ على السيخ كده، وبعد كده تنزل الفراخ واحده واحده على الرز، واضرب يا معلم. لحد هنا وناندوز كان حلو قوي. اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ عادي جدا، عادي جدا والله. طعم الفراخ كان عادي جدا، حتى الصوص ما كانش قوي، ما عجبنيش قوي بصراحه. قلنا نجرب حاجات تانية زي التشيكن سيزر راب او التشيكن وينجز بليت، الاتنين برضو كانوا عاديين جدا يعني، كلنا دقناهم واستغربنا، مش عارف ليه الناس عملت لي ريكومنديشن جامد قوي للمكان. فاخدنا ريتنج كده سريع لناندوز. 5 كتير، 4 6 كتير، 7 عشان الريفيل بس. فناندوز بالنسبه لي اوفر ريتد، خصوصا ان هو غالي قوي. واستنوني فيديوهات تانية.